بكم في كورس ازاي تتعلم كروشيه من تحت بير السلم. بعد تخطي الفيديو الاول في الكورس 100 مشاهدة، طبعا مش 100,000 يعني، بس انا مبسوطة بيهم جدا جدا. يعني في وقت تصوير الفيديو ده 101 مشاهدة، يعني لازم نحسب الواحد لان هو بني ادم برضه. هندخل في حاجة مهمة جدا وهي اختصارات غرز الكروشيه. دي اختصارات هتساعدنا ان احنا نتعلم نقرأ الباترونات المكتوبة بالانجليزي، وان احنا نعرف نتفرج على فيديوهات اجنبية ونقدر ننفذ القطع بتاعتها. اول اختصار معانا هو لغرزة السلسلة اللي احنا اتعلمناها الفيديو اللي فات، وهي اسمها تشين. اوكي، اختصارها سي اتش. سي اتش. النهاردة هنتعلم غرزة جديدة اسمها غرزة العمود، ودي بالانجليزي يعني دبل كروشيه. اختصارها دي سي. الدي اول حرف من دبل، والسي من اول حرف من كروشيه. يعني مفهومة يعني. زي ما احنا متعودين من الفيديو اللي فات، خيط متوسط السمك وإبرة مقاس 4. تمام، زي ما احنا متعودين برضك لازم ابينها. ماشي. هنبدأ دلوقتي نشتغل عدد من السلاسل، ودي الغرزة اللي احنا اتعلمناها الفيديو اللي فات، لان اساس اي شغل اي قطعة في الكروشيه عموما اساسها عدد من السلاسل. تمام، فهشتغل 15 غرزة سلسلة وارجع لكم. بعد ما عملنا 15 غرزة سلسلة، تمام، هنبدأ نشتغل غرزة العمود دي سي. تمام، هناخد لفة على الإبرة. شايفين بلف ازاي؟ نفس اللفة اللي احنا لفيناها عشان نعمل غرزة السلسلة، بس بدل ما هننزل كده كده احنا هنعمل غرزة السلسلة، لا، احنا هنفوت سلسلة، هنسيب سلسلة وهندخل في السلسلة التانية. شايفين طرف السلسلة دي دخلنا فيها، خدتوا بالكم؟ تاني. تمام كده، هننزل نحط الخيط تحت الإبرة ونسحب. تمام، هيبقى معانا 3 لفات على الإبرة. هنلف لفة تاني وهننزل في 2. شفتوا انا سحبت 3؟ لا، احنا هننزل في 2 في 2، وهناخد لفة كمان وننزل في 2. كده تكون معانا غرزة العمود. طبعا هو الوسع دون بس من شد الإبرة، المفروض الوسع ده ما يكونش موجود، طبعا مع التدريب والاحترافية يعني مش هيكون موجود. تمام، فاهمين؟ هنعمل واحدة كمان، هنلف لفة على الإبرة. احنا مش هننزل في الفراغ ده بتاع السلسلة اللي احنا عملنا فيها أول غرزة عمود. هنشتغل في السلسلة دي اهي، باين عندكم اهي. شفتوا دخلت فين؟ برضو هنسحب الخيط واحنا خارجين، هيبقى معانا 3 لفات على الإبرة. هنلف على الإبرة لفة وهنسحب ناخد 2. تمام، وهنلف لفة كمان وهنسحب ناخد 2. شايفين؟ كده بقى معانا 2 عمود. ادي غرزة، ادي التانية. تمام، هنعمل كمان واحدة مع بعض. هنلف لفة، هننزل في السلسلة، في طرف السلسلة اهو، طرف السلسلة ده اهو. هنسحب الخيط، نلف لفة وناخد 2، ونلف لفة وناخد 2. وكده بقى معانا 3 غرز عمود. تمام، طبعا ده هيكون الشكل النهائي لعدد من غرز العمود، لعدد متتالي من غرز العمود. ده هيكون الشكل بتاعها في النهاية. ومعلومة، غرزة العمود بتدي براح في الشغل، على عكس الغرز اللي لسه هنتعلمها هتكون أقصر وأصغر، فدي بتدي أريحية أكتر في الشغل وبتدي يعني مساحة. فاهمين؟ وبس كده درس النهارده يكون خلص. بس قبل ما تقفلوا الفيديو احب افكركم ان احنا عاملين جروب للمتابعه، اتابع معاكم فيه تطوركم في الغرز، في ان انتم تعملوا كل يوم عدد معين من الغرز دي،
وتنزّلوا اليوم الأول من غرزة السلسلة، اليوم التاني من تعلُّم غرزة العمود مثلًا، تمام، هاسيب لكم اللينك تحت في الdescription، وكده نكون خلّصنا الدرس بتاع النهارده. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو استفدتوا منه، واشتراك للقناة علشان تتابعوا باقي الكورس، وبس كده. كانت معاكم حبيبة صاحبة براند مميزة، وخليكم فاكرين دايمًا إن مميزة مش مجرد اسم براند.